إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مملكة الطيور. في حلقة اليوم أعزائي الكرام سأتحدث لكم عن فوائد وأهمية أوراق الفجل بالنسبة للطيور. فالفجل وأوراقه إخواني الكرام يمكننا تقديمه للطيور طوال أيام السنة، وذلك بحصص متفاوتة. فخلال مرحلة طرح الريش أعزائي الكرام يقدم مرة في الأسبوع، أما خلال مرحلة التجهيز فيقدم مرتين في الأسبوع، وخلال مرحلة التزاوج يقدم مرة في الأسبوع، وخلال التفريخ يقدم مرة في الأسبوع. فيحتوي أو تحتوي أوراق الفجل إخواني الكرام على مواد كثيرة، ولو أن الماء يشكل غالبيتها العظمى، ففيها القليل من البروتينات وكميات قليلة من السكر ونسبة لا بأس بها من الألياف، كما أنه غني بالفيتامين أ وأملاح الكالسيوم والحديد والكلوروفيل. فأوراق الفجل أعزائي الكرام تلعب دورا كبيرا في التجهيز للتجاوز، وذلك لأنها تعتبر غنية جدا بالفيتامين أ الذي يعتبر المجهز الأول بالنسبة للطيور. كما قلنا إخواني الكرام، أوراق الفجل تلعب دورا كبيرا في التجهيز للتجاوز، وذلك بزيادة الخصوبة والقدرة الجنسية من لدى الطيور. كما تلعب أيضا دورا هاما في فترة القلش، بحيث تساعد الطيور على تجاوز هذه المرحلة بدون مشاكل. كما أنها أوراق الفجل أعزائي الكرام تماثل قدرة الجرجير في تحفيز الطيور جنسيا، ولذا إخواني أنصحكم بإدخال أوراق الفجل في القائمة الغذائية لطيوركم. أما بالنسبة لطريقة التقديم أعزائي الكرام فالمسألة جد سهلة. يجب أولا غسل أوراق الفجل جيدا، لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية من أو مبيدات يستعملها المزارعون أو أطربة أو ما غير ذلك، فيجب غسل الأوراق جيدا قبل تقديمها للطيور. فأنا سبق وغسلت بعض الأوراق أعزائي الكرام، سأتم أو سأقدمها للطيور الآن، وسترون كيف يأكل منها أو تأكل منها الكنارات بشراهة، لأنها تعتبر من الأغذية المفضلة أو من الوجبات المفضلة هذا الكنار. ونثبت الأوراق أعزائي الكرام بمقابض أو مراقيض بهذه الشاكلة أعزائي الكرام كما ترون. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. المرجو الاشتراك معنا في القناة حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.